قصص أطفال قبل النوم. قصة شادي عنده جناحات، تأليف وصوت إيمي مصطفى. حكايتنا النهاردة يا حلوين عن شادي. شادي ولد جميل ذكي متفوق في دراسته، وبسبب إنه على كرسي متحرك فكان بيبعد عن زمايله ويروح المكتبة، المكان اللي بيقدر يسافر ويطير بين القصص والشخصيات اللي بيقراها، لأنه ما يقدرش يجري ويلعب زيهم. أجازة الصيف بدأت وأولاد الحي اتجمعوا علشان يلعبوا سوا، وهما بيلعبوا شافوا جارهم شادي قاعد في بلكونة العمارة اللي قدامهم. الأولاد حيوا شادي وقالوا له: تحب تلعب معانا؟ شادي بصلهم والحزن في عينيه وما ردش. بصوا الأولاد لبعضهم مستغربين. أولاد قالوا: ده شكله مغرور ومتكبر. وأولاد تانية قالت: يمكن ملوش مزاج يلعب دلوقتي. مشوا الأولاد وقعدوا يلعبوا مع بعض، شوية يجروا، شوية يركبوا عجل، شوية يطيروا طيارة ورق. الأولاد انبسطوا ورجع كل واحد على بيته، وهم بيخططوا يلعبوا ألعاب جديدة مختلفة تاني يوم. كل يوم الأولاد تلعب مع بعضها، وشادي حزين في البلكونة نفسه يلعب معاهم بس ما يقدرش. لغاية في يوم والأولاد بتلعب جنب بيت شادي، لقوا شادي على كرسي متحرك، وباباه بيساعده هو وأخوه الصغير علشان يركبوا العربية ويروحوا للدكتور. الأولاد انتبهوا وفهموا هو ليه بيبص عليهم مش بيرضى يلعب معاهم. الأولاد حسوا بأنهم ظلموه لما قالوا عليه متكبر، وهو مسكين ما يقدرش ينزل يلعب معاهم. في العيادة بعد ما الدكتور كشف على شادي، اتكلم مع بابا شادي وقال له: شادي حالته الجسمانية كويسة جدا، لكن حالته النفسية سيئة قوي، وده مضر جدا على صحته. بابا قال: شادي طول فترة الدراسة بيبقى مشغول في المذاكرة والتفوق، لكن أول الأجازة بتبتدي بيزهق علشان مش بيتحرك، ونفسيته بتتعب أكتر لما بيشوف الأولاد اللي زيه بيلعبوا ويستمتعوا بوقتهم، وهو يدوب بيتفرج عليهم من البلكونة. رجع شادي وأخوه مع بابا على البيت. الأولاد كانوا لسه بيلعبوا جنب بيت شادي. الأولاد ندهت على أخو شادي وسألوه: ليه أخوه على كرسي متحرك؟ أخو شادي قال لهم: شادي كان بطل في الجري والسباحة والشطرنج، كان كله حيوية. في يوم كان بيعدي الشارع ما بصش على عربيات، خبطته عربية، ومن يومها وهو على كرسي متحرك مش بيقدر يلعب زينا. الأولاد حسوا بالحزن وعرفوا إن شادي مش مغرور ولا متكبر، لكن حزين علشان مش عارف يلعب زيهم. تاني يوم الأولاد راحوا بيت شادي وقعدوا يتحايلوا عليه يلعب معاهم، ولما قال لهم بحزن: أنا ما ينفعش ألعب أو أجري زيكم، قالوا له: لا هتقدر وهتشوف. خرج شادي على كرسيه المتحرك مع الأولاد، وكل واحد معاه طيارة ورق يطيرها في السماء. عرف شادي طير الطيارة وانبسط لما طارت أبعد من باقي الأولاد، يعني فاز عليهم.
وبعدها طلبوا منه يعلمهم لعبة الشطرنج. اكتشفوا الأولاد إن شادي ذكي ولطيف وشاطر قوي. الأولاد خلصت لعب ورجع شادي والأولاد كل واحد على بيته، بس الفرق إن شادي أول مرة ينبسط من شهور كتير، وحس بطيبة أولاد الجيران وإنه يقدر يبسط نفسه بحاجات تانية غير الوقفة في البلكونة. الأولاد تاني يوم عملوا سباق جري وشادي معاهم. شادي كان خايف ورافض في الأول وقال لا 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 لا، مقدرش، مش هعرف. الأولاد صمموا وعملوا السباق في البارك. أي نعم، شادي ما كسبش السباق، بس انبسط إنه بقى يقدر يجري تاني حتى لو على كرسي متحرك. شادي خرج من وحدته وكل يوم يفكر هو والأولاد على لعب جديدة ينفع يلعبها معاهم. شادي والأولاد انبسطوا وبقوا أصحاب، وعرفوا إن الاختلاف ما يمنعش صداقة ولا يمنع إننا نكون مبسوطين. شادي علم الأولاد الشطرنج وهم علموه لعب كتير مسلية. شادي بطل يحزن على حاله وبطل يحس إن الكرسي المتحرك سجن لحريته. شادي اشترك من جديد في مسابقات الجري والسباحة وحس إنه حر، بقى عنده جناحات وبطل حزن ووحدة، ورجع عاش حياته زي أي ولد من سنه، بس باختلاف. ولغاية هنا خلصت الحدوتة، حلوة مش ملتوتة، وتصبحوا على خير يا حلوين.